المؤمن غنيا انتفع المجتمع بغناه، لأنه يصرف المال في وجوه الخير ومرضاة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. ومن هؤلاء أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب لما طعن ليختار الخليفة من بينهم، وهو من أسبق السابقين للإسلام، حيث أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم. هاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان تاجرا ناجحا عفيفا، عرض عليه سعد بن الربيع الأنصاري أن يقاسمه ماله وأن يزوجه، فأبى وقال: دلني على السوق. فذهب إلى السوق وتاجر وربح حتى صار من أغنى الصحابة. كان كثير المال كثير الجود والعطاء. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أباه وصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده ب40,000 دينار، ومع غناه كان زاهدا، فكانت الدنيا في يده لا في قلبه. أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في برده، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. أدار أمر الشورى بين الستة الذين عينهم عمر لاختيار الخليفة من بينهم بحكمة وحنكة، حتى بويع عثمان بالخلافة دون إحداث فتنة. توفي عبد الرحمن رضي الله عنه سنة 32 للهجرة، وشيعه كبار الصحابة. وفي ذلك اليوم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اذهب ابن عوف، فقد أدركت صفوها وسبقت كدرها.